كان لعبه طبعا كابتن خالد مع تشيلسي، هزيمه من تشيلسي امام بازل السويسري. طبعا بازل وتشيلسي ب3-1. اختارت 8 لاعبين، كان محمد صلاح من ابرز هؤلاء اللاعبين، منهم فيكتور موسيس لاعب طبعا تشيلسي الانجليزي، الكسندر دراجوفيتش لاعب بازل السويسري، ادواردو ساليفو لاعب بنفيكا، وصالح اوكان لاعب فنربخشة التركي، وجيلي فوسين لاعب جينك او جينكا البلجيكي، كونو بلياكانكا لاعب ديمبرو الاوكراني، وراؤول لاعب يانج بويز السويسري. كان محمد صلاح واحد من افضل الثمانيه كان سليفو بتاع بنفيكا عمل موسم اكثر من رائع. كوبليانكو نفس الموضوع، موسم ممتاز. دراجوفيتش اللي بيلعب في فرقه بازل اللي هو قلب الدفاع لاعب ممتاز جدا، ممكن يلعب وسط ملعب اكثر من رائع كمان. حتى صلاح متاخد ضمن افضل 10 لاعبين في العالم صغار السن في 2012 2013 من ضمن افضل 10 موهوبين على مستوى العالم. مش اوروبا فقط لا غير. انا اعتقد ان ده ناتج او نتاج ما قدمه محمد صلاح في الفتره الاخيره مع بازل، والوصول للسيمي فاينال لاول مره في تاريخ بازل. اعتقد ان محمد صلاح يستاهل، لانه لاعب لديه امكانيات وموهبه كبيره جدا، نتمنى له التوفيق باذن الله. نعم. بتريكا بيعود الاهلي، وبنياس يتعادل